يسعد اوقاتكم. كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف الجميع؟ ان شاء الله كلكم بخير. طمنوني عنكم، من وين عم تسمعوني؟ من وين عم تشوفوني؟ من انا بوجه تحيه لكل دول العالم، من وين ما كنتوا عم تشوفوني. هلا حاعمل اكله حلو بتشبه التشيز كيك. حطيت هون كبايتين مي وكبايه حليب ناشف وتقريبا ربع كبايه طحين بس. بدي احط لها نقطة مزهر بعد. والله شو بعرفني اليوم شوب كتير ببيروت، كتير اجا الشوب. شو عم بيعجبكم هالفيديوهات ولا لا؟ ان شاء الله يكون كله تمام. يلا هلا بدي جيب حرك. عم فتش على ملعقة الخشب تلاقيها وحرك فيها لانه هيدي تيفال. انا ما بحب اطبخ بالتيفال بس مضطرة. هلا بيت بنتي هون كله عندها اياه تيفال. هلا هون هيدي القشطة ليكم احليها. كباية حليب، كبايتين مي، نص كباية اقل من نص كباية طحين، 3/4 الكباية. وانا رح احط هون مزهر كمان تعمل طعمة طيبة، كتير طيبة. يا سلام على هالريحة. هلا هون انا حدوب الشي، حاعمل قشطة. هيدي الاكلة بتشبه التشيز كيك. هون انا شو عاملة؟ فتفتت كعك، حطيت عليهم زبدة، هون بدي دوبها منيح منيح مشان ما تكتل. بدي تدلى ايدي فيها لانه حليب ناشف. هون جبت كعك فتفت وحطيت عليه دوبت زبدة وبدي احطهم هون. هلا فرجيكم كيف بدي اعملها على السريع، يعني طبختي سريعة. كبايتين مي، كباية حليب ناشف. ما ححط لها سكر مشان لانه بدي احط مربى على الوجه. هلا في اذا بتحبوا تحطوا سكر بقلبها كمان فيكن. هيدي القشطة، هيدي قشطة اصطناعية انا بعتمدها من زمان، وقت اللي كانوا ولاد صغار، يعني بشهر رمضان كنت اعملها لكل الاكلات الحلوات، يعني قطايف، عسملية. لكن بسم الله ما شاء الله دغري دغري. بس هلا مجرد ما تغلي بتلاقيها انا مشان ما اطول عليكم بالفيديو. شو هيدا؟ بتفتحي الفيسبوك بتشوفي الناس عم تتخانق مع بعضها، عاملينها هلا كل العالم. يا عمي شو صاير للبشرية؟ يا عمي والله شو هالفتن اللي عم بتصير بين البشر. والله حلو السلام والامان والاطمئنان، وكل هالطوائف قاعدة تبهدلوا بعضهم. طب هن بالنهاية انتم ما فكرتوا يلي هلا عم بيخانقوا بعضهم انه بده تيجي يوم الناس كلها تموت؟ شو اخذ معه الانسان يعني؟ شو يعني يعيشوا كم يوم حلوين رواق بيعبد الله ما عم بيعمل شيء؟ ليش الناس عم تقتل بعضها؟ ما عم بفهم. منو بده يسيطروا على الارض؟ مين بده يسيطر؟ ما حدا بيسيطر، الله مسيطر، هو كل شيء له. هيدي ارض الله بالنهايه. ما حدا بيعرف انه هيدي البشريه قد ايه بدهم يعمروا بالدنيا، كم قد ايه بدهم يعيشوا، يعني 100 سنه وبعدين بده يرجع يموت وينحط بهالقبر. ما تاخذوني عم بحكي هلا هيك كلام يمكن مش حلو، بس بتفوتي على الفيسبوك بتطلعي شو على السوشيال ميديا، يعني شو صاير للناس كلها عم تتخانق هلا. خلص الله يهدي الناس ويهدي النفوس ويبعد الحروب، وإن شاء الله يا رب الأمن والسلام يعم بكل البلاد. نرجع لطبختنا، الطبخة الحلوة اللي بدي أعملها. عم بعمل قشطة هلا، قشطة بيتية اصطناعية. كبايتين مي، كباية حليب ناشف، نص كباية أقل من نص كباية طحين. حطيت لها مزهر. حبيبتي عليكم مشان ما اطول عليكم. هلا بدنا نشوف النتيجة. هون بلشت تغلي، بس تغلي يعني خلص صارت جاهزة. هيدي القشطة يلي عم بعملها، قشطة بيتية. خلص لازم اطفي.
بس دقيقة وخلص. أنا هون كنت شو عملت؟ كنت طحنت شوية كسرت شوية بسكوت، حطيتهم بالصحن. شوفوا ما أحلاهم. حطيت زبدة، يعني بتحطي كمية البسكوت قد كمية الزبدة. ما بعرف إذا شايفين هون هيك. هلا أنا من بعد ما خلصتهم عملتهم هيك، ححط القشطة. ما بعرف إذا عم تشوفوا منيح، حقرب الكاميرا. هاي هيك بنحط القشطة فوق منها لهيك. ما أطيب ريحتها صراحة، كتير طيبة. هيدي القشطة البيتية يلي بتنعمل، أنا معودة عليها، بعملها من زمان. هلا بتركها شوي لحتى بحطها بالبراد شي 10 دقايق وبرجع لكم. بنرجع لأكلتنا الطيبة. أنا من بعد ربع ساعة جمدت بالثلاجة. أنا حاطة طبقة بسكوت، أكيد البسكوت طحنته، حطيت فيه زبدة ومديته، بتشبه تشيز كيك بس هي اسمها حلا الدراق. عملت قشطة بيتية حطيتها. هلا المربى، إذا متذكرين المربى اللي عملته أنا كنت بالجبل يومتها، ححطه على الوجه. بصراحة كتير طيبين وناجحين، لأني أنا ما حطيت سكر لا بالقشطة ولا بالبسكوت. البسكوت هو أساساً هو حلو يعني. أنا حزين هيك بهالطريقة. حكمل تزيين كل الصحن، أحسن بتزهقوا برجع لكم تشوفوه بالجاهز. بنرجع لنتيجة الأكلة. أنا من بعد ما حطيت المربى الدراق على الوجه بزين بجوز الهند. طيب كتير أكلة، تلبق مع جوز الهند كمان. حلا الدراق اسمه، جربوها صدقاً كتير طيبة وحلو سريع، وفيكي تعمليها دغري. لك شرشرت هون وهون، يلا ما أنا مش شرنة بس يشتغل الواحد بده يشرشر طبيعي ويجي. هلا بنظف وبيمشي الحال. طيب أنا هيدا هو الطبق الحلو. ليكو من تحت بسكوت، طبقة بسكوت، طبقة قشطة بيتية أنا عملتها، طبقة مربى دراق، ورجعت زينت بجوز الهند المبروش. أكل كتير طيبة، جربوها ما بتندموا. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. باي.